السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم كون في قناتنا التوينز آية وأميرة. جايلكم النهارده في تحدي جديد وفيديو جديد، وهو على طواجن المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة، ومعاها الفراخ البانيه وقطعة بوفتيك، ومعانا طبعا السلطة الخضراء الجميلة بتاعتنا، ومايونيز بقى وكاتشب وحاجات جميلة كده، وزي ما متعودين المناديل جنبينا والمية يلا بينا نبدأ بقى، لأن احنا بصراحة صايمين النهاردة. ايوه صح، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه ذي الحجه. النهارده تاني يوم من ذي الحجه، نبدا التحدي ونقول بسم الله. هي تسلم ايديها اللي عامله لنا الحاجات الحلوه دي والله، فربنا يبارك لها وعملتها وهي صايمه. النهارده البيت كله كان صايم يا جماعه، مع ان انا والله العظيم النهارده تعبت جدا في الصيام، بس يلا معلش بقى. السور خرطة بخرطتها، بصوا ما شاء الله ازاي. بصوا انا هخليه على جنب عشان مشاهدينا يشوفوني وانا باكل، ولما عاوز اخد منه تاني هاخد. دوقي بقى يا أميرة وقولي لي رأيك ايه، يا رب الأكل يعجبك. بسم الله. جميلة. الحمد لله، والملح بتاعها كمان طلع مظبوط. بجد لو مهما يطلعوا اضافات وكده للاكل، مهما يطلعوا اضافات للاكل برضه هتفضل المكرونه بتاعتنا البشاميل التقليديه دي بالبيض بدون اي جبن هي احلى طريقه واحلى طعم. ميرا طبعا دلوقتي هتموت ونفسها في المخلل. ما كانش في مخلل او شيبسي، خلينا في المخلل. بجد يا جماعه طعمها حلو قوي، يعني ياريتكم كنتوا موجودين والله، كنا يعني دوقناكم بقى وكده. على فكرة انا باكل الاكل قليل عن كده، ده عشانكم والله العظيم انا باكل كتير، ده كده كتير دي بالنسبة حقيقه، لي. لكن انا لا، زي ما انتوا شايفين كده يعني جايه من الجيم وبتاع باكل عادي. بسم الله. انتوا بقى صمتوا النهارده ولا لا؟
احلى تحيه خاصه لاصحابي ميمون، ياسمين، عنود، ياسر، وهاب، ابرار. انا بحبكم وانتوا احسن ناس انا عرفتها على اليوتيوب والله العظيم. وانا كمان بسلم على عنود وابرار. وميمون ولا يهمك انت وياسمين ان انتوا فاتكوا البث بتاعي، ولا يهمكم تتعبوا. مكنتيش بانيه خالص، بس المكرونه عجباني قوي. بذمتك ايه رايك فيها؟ حلوه والله. ما احنا حاجه الوش بتاعها. بحب الوش بتاعها ده قوي. مش عايزه اقول لكم دي بتقعد قد ايه في الفرن عشان تاخد الوش القمرايه ده، الوش الجميل ده، تاخد كتير يعني. انا ربنا عملت توجعني والله العظيم من كتر الاكل، انا كده اكلت كتير جدا. كلت بخاف تقع مني ويبقى شكلي مش احسن حاجه. ناخد قطعة بانيه. بسم الله. انا بحب طول ما انا باكل اسمي يعني مع اني مسميه في الاول، بس برضو بحب اسمي يعني. شوفي ازاي تحفة 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 تحفة. في ناس هنا على اليوتيوب بتفرج عليهم يعني، ومش بتفرج عليهم يعني، على صوتك ايه بصراحه. من الناس اللي انا بحبهم. ما هو كده كده مش مهم اللي انا بقوله. لا ايه بجد الصوت بيبقى واطي في الفيديو. خلاص يبقى ان شاء الله نجيب مايك عشان ايه صوتي يبقى واضح. بس عامه اتكلمي بصوت اعلى عشان هما يسمعوكي. بس انا مش قادره اعلي صوتي. في ناس هنا على اليوتيوب انا بحبها، ويعني ايه كنت شفت لهم كده فيديو كان تحدي اكل برضو، وبعدين كان التحدي تقريبا على محشي وفراخ، فبيقولوا ان الفرخه خارج التحدي. بيقولوا يعني ما تستغربوش وكده، بس ده لان الفرخه احنا بنجيبها يعني من فرارجي معين، وكانت كويسه وكل حاجه، فرجعنا نجيب من فرارجي قديم كنا بنتعامل معاه. فالمشكله ان الفراخ بتاعته لما بتستوي بيلاقوها برضو لسه ايه قاسيه كده، مش جوسي وطريه. فقالوا عشان كده يعني ايه احنا هي خارج التحدي، وكنا قايلين يعني نديله فرصه للبائع ده يعني، بس ما تعرفش بياكل الفراخ ايه، حديد. معلش يا جماعه لو الفيديو بتاع لكم الصوت فيه مش احسن حاجه او واطي، عشان بس احنا لسه ما جبناش ايه مايك. ان شاء الله هنجيب مايك قدام، بس شد حيلكم انتوا بس في اللايكات وكومنت حلو وايه اشتراك. بس انا عاوز ايه تاني اكتر كده؟ بجد مش قادره يا جماعه، حاسه ان انا بشبع بطريقه مش طبيعيه بجد. خلاص هننهي الفيديو. مش قادره، بس انا فعلا شبعت وعماله اكل واقاوم، بس انا اكلت كتير قوي. ده بصوا طبق السلطه، بالله عليكم بصوا طبق المكرونه.
انا واكله كميه، وهم دول بس اللي هيبقوا فاضوا مني. سوري. فبجد حلوه قوي كده، انا مش قادره. نفر مايند خلاص. جبت اخري والله. خلاص، هتعاقبيني أوكي. ولا تسامحيني عشان ذو الحجه وكده بقى؟ كل سنه وهم طيبين. طبعا النهارده عشان صيام وكده طبعا لا ما نقدرش يعني خلاص. بجد والله انا عفوت يعني. مم. طب يا ميرسي. الحمد لله مفيش عقاب النهارده عشان احنا كنا صايمين وتعبانين جدا. بس كده الفيديو بتاعنا يكون انتهى، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وكومنت حلو. كومنت حلو بالله عليكم، اللي يجيب لي طريقه حلوه او ذكيه للتصوير يا ريت، عشان انا محتاجه ده جدا. وما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاهل فلسطين كتير جدا، ربنا يا رب ينصرهم ويخفف عنهم يا رب، ويدخل عليهم من عيد الاضحى كده بسلام وسرور وربنا ينصرهم يا رب. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه، باي باي.